يعني غبرية، يعني من غبرة أو أغبر، غبراء. اوكي، عمليا احنا بعدنا يعني حطنا مركز البلد، رح نلف حواليه من الجهه الثانيه ونشوفه كمان. بس القضيه الثانيه المأساوية في عاده باحداث النكبه اللي بتصير بدون ما نكون عارفين عنها كثير معلومات، هي قضيه المقابر، مقبره البلد. مقبره البلد بتبدا من هذه الجهه. في قسم من النباتات على الاقل مثلث بيعرفوه الفوصلان، قسم من النباتات اللي بتطلع على المقابر موجود هون منه حسب الاحجار الموجوده هون. هذا القسم الاخضر من البلد، وقسم من المقبره بلش من هون، استمر عمليا كل هذه المنطقه من الشارع لحد الثروات اللي بين الشارع وهون. هذا يعني انه اغلب المقبره هدمت هون وانعمل فيها شارع وبنايات من الجهه. احنا واقفين على قبور اطلعوا على الشارع. هارفي on the street, on the pavement. يعني لما اجى ابو محمود، طبعا هو كان ساكن هون عارف البلد، فمباشرة توجه لقبر والده اللي هو موجود بين السروات من الجهة الثانية من الشارع، وهو اللي شهد على انه هذا الشارع سوي بنى على قبور اهالي دير ياسين.